من أجمل الأدعية اللي فعلا بجد بتريحني نفسيا إن احنا نقول مع بعض: اللهم اشغل أهل السوء بأنفسهم فلا يجدوا وقتا لإيذاء غيرهم. إن الله لا ينسى من ظلمك ومن أبكاك ومن قهرك، فكن على يقين أن الحقوق سيرد يوما، أن الحق سيرد يوما. كل الأخطاء مغفورة عند الله إلا ظلم العباد، فهو مرهون بعفوهم فلا تظلموا أحدا. بمعنى إن كل خطأ بيتغفر عند ربنا، ما عدا الحاجة الوحيدة اللي بتفضل معلقة، إن أنت تظلم والعبد ما يسامحكش. اللهم ابعد عنا المنافقين الذين في ظهورنا شياطين وفي وجوهنا أولياء الله الصالحين. أعتقد المعنى اتفهم. المنافق هو اللي في الظهور بيبقى شيطان، وفي وجهنا بيبقوا أولياء الله الصالحين، يعني في ظهورنا ورا مننا يعني. يا ربي لا يأتي فجر عيد الأضحى على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأت سعادة وفككت كرب أهله ويسرت لهم أمرهم وشفيت مريضهم ورحمت موتاهم. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العزة. اللهم افرج كل كرب على كل مسلم. ربي وحدك تعلم كل شيء، إليك المشتكى وعليك التكلان. أفضي على قلوبنا بفيض رحمتك وعطاء وجودك يا رب. نحن لا نسأل أحدا سواك ولا نطرق أبوابا سوى بابك يا رب العزة، فكن لنا شفيعا ووليا ومجيبا للدعوات. سبحان من يذيل الحب ويبدله، وسبحان من ينزع الشعور ويزرع آخر، وسبحان من يجعل أول همك آخر همك، سبحان من ينسيك كل شيء، سبحان مغير الأحوال. فعلا بجد يا جماعة، ربنا قادر على تغيير الأحوال. يا صاحب الفرج يا عال بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، اخرجنا من الضيق إلى الفرج. رددوا معي الدعاء ده كتير: يا صاحب الفرج يا عالي بلا درج، يا خالق الراحة أرح قلوبنا من كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق. أدعية يا جماعة بجد فعلا جميلة جدا جدا، وبتفك الكرب وحلوة وليها مغزى عند ربنا قوي. الصبر هو أن تهمس في أذن الحياة وتقول: لن أنحني ما دام الله معي. ده قمة الصبر، إن أنت تقف وتقاوح مع الحياة وتقول لها: أنا معايا ربنا. اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما أردته من عطاء وحرمان ومن جبر ومن كسر ومن فرح ومن ألم ومن نجاح ومن فشل، فأرضني بفرح وجبر من حيث لا أحتسب يا الله، فأنت قادر على كل شيء. الحمد لله أن لنا ربا إذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا انقطعت أسباب لم تنقطع أسبابه، وإذا اشتد الكرب وضاقت السبل نزلت رحمته على عباده، فأنت يا رب أرحم بعبادك عمن سواك. لا تخبروا الناس بكل شيء جميل تملكونه، ليس الجميع لديهم حسن النوايا، بل معظمهم لديه الحسد والغيرة. الحسد معروف عند البشرية كلها منذ بدء الخليقة، والرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وحذرنا من الحسد. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك متوكلين عليك يا كريم. اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك. يا رب العزة تقبل مننا صالح الأعمال، مني ومنكم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير وتلطف بي وتنجني مما يخيفني ويهمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعمل سكرين شوت جامد جدا على الدعاء العظيم جدا ده، لأن أجمل الدعوات اللي انت بتصيغ فيها إلى الله بيبقى لسانك حلو جدا.
اصبر إذا ظلمك أحد فاصبر، إذا ابتلاك الله فاصبر، إذا تأخر رزقك فاصبر، إن الله مع الصابرين. حقيقي فعلا يا جماعة، تخيروا الألفاظ في الدعاء ومناجاة رب العزة، لأن رب العزة بيحب العبد اللي بيتخير الألفاظ الجميلة. علمتني الحياة أنه ليس معي إلا الله وحده. إذا تعثرت أقامني الله، وإذا مرضت شفاني الله، وإذا افتقرت أغناني الله، وإذا أذنبت غفر لي الله. فلا تخف ولا تقلق ولا تحزن وربك الله. اللهم دبر لنا أمورنا فنحن لا نحسن التدبير. اللهم كن لنا وليا وناصرا. اللهم يعني أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وعنا على الصبر وتحمل الشقاء. العسر مهما اشتد فاليسر يتبعه هذا، وعد من الله ووعده يكفينا. ربنا وعدنا بأن بعد العسر يسر. تمهلوا واصبروا لأن وعد الله حق. لا أعترف بالانتقام ولا رد الوجع بالوجع، ولكن أعرف صغر هذه الدنيا وسرعة دورانها. مش مهم ان احنا نبقى عندنا اعتقاد بان في انتقام او ان الحاجة بتترد لاصحابها، ولكن الدنيا صغيرة جدا وبتدور زي ما بيقولوا كده، كاس وداير على الناس، كله بيترد في ميزان الحسنات. اللهم إني لست قويا بغيرك، ولا قادرا إلا بك، ولا منصورا إلا بقدرتك، فكن معي. فلا عدة لي إلا بك، ولا حياة لقلبي إلا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. دعوات جميلة جدا جدا جدا، حبيت ان انا احطها في القناة علشان تدعوها وترددوها معي. بالله عليكم يا جماعة اعملوا اكسبلور للفيديو عشان الكل يدعي ويستفاد. حينما تتوكل على الله يساق إليك الخير من حيث لا تحتسب. اللهم إني وكلتك أمري كله، وأمري إليك في كل شيء. اللهم إني وكلت أمري إليك في كل شيء. لما تيجي تدعي تقول اللهم دبر لنا أمورنا فنحن لا نحسن التدبير. اللهم سخر لنا من الأرزاق أبركها، ومن السعادة أكملها، ومن تيسير الأمور أسهلها، ومن الأخلاق أفضلها وأحلاها. يا رب سخر لنا الأخلاق، حافظ على بناتنا وحافظ على أولادنا من الفتنة، واحميهم واحفظهم يا رب، ويسر كل صعب بحق قوتك وعظمتك وجلالك. حافظ على نقائك في زمن التلوث، ووفائك في زمن الغدر، وأدبك في زمن الوقاحة، وطيبتك في زمن الخباثة، وصمتك في زمن الثرثرة. الطيبة مش ضعف، الأدب مش وحش، الوفاء مش شيء برضو سيء. ان انت تبقى وفي، مش هتتحاسب على الصفات الطيبة، مش هتتحاسب على نقائك، بالرغم من وجود ناس وحشة كتير. بس انت خليك زي ما انت، بعفويتك، بنقائك، بطيبتك، بأدبك، بأخلاقك. الحق لسه فاضل، والباطل هو اللي هيقضي عليه. وليس كل ما صرفه الله عنك شر لك، لعلك أنت الخير الذي لا يستحقونه. وقف دايما قدام نفسك وقول لما ربنا بيصرفنا عن الناس الشر ده خير لينا احنا، ربما احنا ما نستحقش الناس دول. عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ لقد كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلا تتركوا الاستغفار أبدا. ربنا قال كان في 2 أمان أيام وجود الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، راح الأمان الأولاني مننا، وده الأمان التاني بالاستغفار. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد.